نحن قوم المكفين وذوي البصيرة لا نعترف بالمستحيل. كنت مستنياها من أولى ابتدائي. الشيخ دكتور أحمد طيب يكلمك، تعتبر هي الأم المثالية الحقيقية. أنا حازم مصطفى محمد ياسين، طالب في ثالثة ثانوي أزهر، حاصل على المركز الأول على الجمهورية في الثانوية الأزهرية، الشعب الأدبية، فئة ذوي البصيرة. احساس عظيم جدا 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 إن الإمام بنفسه، الإمام الدكتور الشيخ أحمد طيب يكلمك ويبلغك الخبر ده. فطبعا اجتماع الحاجتين الجميلتين في نفس الوقت، مكالمة الإمام والخبر الجميل، كانت أمر عظيم جدا جدا جدا. الشيخ الأزهر اللي عايز يكلمك. ما شاء الله الشيخ أحمد. ايوه كده. الله أكبر. فما شاء الله. طيب يا سيدي، ما شاء الله أنت يا حازم، ما شاء الله عليك والله، طلعت الأول على القسم الأدبي مكفوفين، فما شاء الله. وازاي والدتي كانت فرحانه جدا جدا بالمكالمه، يمكن اكتر مني انا شخصيا كانت هي فرحانه بالمكالمه دي. بتقول انا كنت مستنياها من اولى ابتدائي. الشيخ دكتور احمد طيب يكلمك. الف مبروك، ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك في صحتك. كنت بحلم باليوم ده. ربنا يحقق لك الحلم الله يكرمك. الله ما شاء الله. حازم يعني حاجه تشرف والله. حسيت بالفخر والفرحه في صوته وهو بيكلمنا. ربنا يبارك فيه يا رب. وهو سعيد فعلا ان هو بيكلمنا وبيبلغنا نتيجه بنفسه. طبعا كل واحد بيكون له داعم في الحياه، فكان الداعم الاكبر والاول والعظيم وكل حاجه هي والدتي، ربنا يبارك فيها. طبعا والدي توفى من حوالي 3 سنين، فكانت هي الاب والام والصاحب والمرافق. كانت بتروح معايا الدروس، وكانت تحضر معايا المشاوير. كانت المسابقات هي اللي تروح معايا. كانت هي توفر لي المناخ المناسب للمذاكره في البيت. كانت تساعدني ان انا افضل فترات طويله ما فيش اي ضغوط عليا. كانت مش من الامهات اللي تفضل تضغط على الطالب جامد قوي عشان يذاكر، لا، كانت تعطيني حريه ان انا اذاكر بارادتي وكده. فكانت يعتبر هي الام المثاليه الحقيقيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لامتي في بكورها. فطبعا الوقت ده بيكون وقت التركيز فيه عالي، وقت لسه صاحي من النوم، مفيش مشاغل كتيره في دماغك، لسه دماغك صافيه بصلاه الفجر، لسه ذهنك صافي، ما اشتغلتش بمشغلات الحياه، ما اشتغلتش لسه بدروس ولا بهموم بتاع اليوم. فانت في الوقت ده بيكون تركيزك عالي، فممكن تنجز اللي تعمله في 7-8 ساعات ممكن تنجزه في ساعه او ساعه ونص باقصى تقدير. يعني عبد الرحمن عارفينه طبعا من فتره مش قليله. عبد الرحمن صديق جميل، صديق فرفوش، تحب تقعد معاه، يدعمك ويسليك، وهو ذكي جدا وعنده سرعه بديهه. فكانت الحاجه زي ما بنقول كده القطه وهي طايره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عبد الرحمن حسن، كنت مرافق مع زميلي حازم في امتحانات الشهاده الازهريه. حازم صديقي، يعني كنا كل ما نسال سؤال هو ما شاء الله شاطر جدا، لدرجه ان انا السؤال قبل ما اكمله هو كان بيكمل السؤال ويقول الاجابه، وكمان يفتكر لي الدرس ويشرحه لي عادي جدا وانا في الامتحان. فكان حازم فعلا صديق كويس جدا، وكنت بنبسط معاه جدا حتى لو هنقعد مع بعض كده. بس يعني زي ما انا ساعدت حازم في الكتابه والقراءه، هو ان شاء الله لحد ما نوصل لشهاده الثانويه الازهريه يساعدني في كل ده لحد ما اطلع الاول على الجمهوريه ان شاء الله. زي فلغات طبعا ان شاء الله ده يكون مجال تخصصي. ان شاء الله يكون صيني وانجليزي باذن الله. طبعا دول اكتر لغتين منتشرين في العالم، اكتر شريحه ممكن تكلمهم باللغتين دول، حوالي 2/3 العالم هتكلمهم لما تتعلم اللغتين دول بس. فكانت الدعوه الاسلاميه المتعلقه باللغات هي دي انسب كليه ممكن اخشها. طبعا الازهر علمنا ان احنا نكون ناس شاملين في كل حاجه، مش بس دراسه. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى انا في وسط الامتحانات اتحديت الامتحانات وتحديت كل حاجه، ورحت حضرت الحفل بتاع تحدي القراءه العربي تبع دوله الامارات العربيه المتحده هنا في مركز المؤتمرات. كان شعور حلو جدا ان انت وسط الامتحانات ووسط الضغط والحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك اللي انت تكون الثاني على الجمهوريه. المركز الثاني حازم مصطفى محمد ياسين، منطقة بني سويف، معهد بني سويف الثانوي بنين. لم تشغلنا الثانويه الازهريه بفضل الله سبحانه وتعالى عن التاليف كمان.
عندنا كتاب خدعوك فقالوا مراهق نزل في معرض الكتاب اللي فات، وان شاء الله معرض الكتاب اللي جاي انتظروا مش كتاب واحد ولا اتنين، انتظروا 3 كتب باذن الله سبحانه وتعالى. اصدقائي ذوي البصائر ربنا يبارك فيهم كلهم، كل واحد ربنا ابتلاه بابتلاء معين، فده كان التحدي بتاعنا، وده كان العائق اللي ربنا حطه لنا عشان يختبرنا بيه. فطبعا رساله ليهم كلهم ان احنا زي ما انا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت الاول الجمهوريه، وفي قبل ناس طلعوا اوائل على الجمهوريه، وفي بعد ناس ان شاء الله هيطلعوا الاوائل على الجمهوريه، بقول لهم ان انت ممكن تكون شخص من الاوائل دول لو خدت باسباب النجاح، ولو وفقك ربنا بتوفيق ربنا وبالاجتهاد والسعي مفيش حاجه تقف قصادنا ان شاء الله. ونحن قوم المكفين وذوي البصيره لا نعترف بالمستحيل.